يسر إخوانكم في شبكة نافع الإسلامية أن يقدموا لكم يا سيدي عبد السلام يا سيدي عبد السلام يا سيدي الشباب يا سيدي إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولما خالف الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم افتتنوا بعبادة القبور بقبور الصالحين وغيرهم، وعظموها تعظيما مبتدعا آل بهم إلى الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذا بهم يشركون بأناس لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقد بينت الآية أن الذين يدعوهم أهل الشرك من الملائكة والأنبياء والصالحين خلق من خلق الله تبارك وتعالى، يتقربون إلى الله بعبادته وطاعته وحده، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا يملكون كشف الضر ولا جلب النفع لأحد، فكيف يدعون مع الله؟ ففي هذه الآية بيان بطلان عبادة غير الله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإذا سمعت إنسان يقول يا أسمر، قل الله أكبر من الأسمر، الله أقدر من الأسمر، الله أغنى من الأسمر، الله أرحم من الأسمر، الله أقدر من الأسمر، الله أقرب من الأسمر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الشرك والرياء، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يسلك بنا سلوك نبيه صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا اتباعه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم.